انا مش عايزه. احنا بنجيب كوبايه خل ابيض، خل عادي بتاعنا، ونحط فيه معلقتين صغيرين فلفل اسود. فلفل اسود بتاعنا العادي. انت بتقولي حاجات عايزه اقول لك، يعني احنا كنا طالعين كان لينا الانفراد بالجاز فالنهارده بالفلفل. والله جربوها. طب قولي، ما انا جربتها. الجاز لا مش بكلم على الفلفل الاسود. بصي يا حبيبتي، انا سمعتها برضو من واحده جميله قوي، من الناس، يعني من الناس اللي هم بيقولوا كل حاجه. قالت لي بصي انا سمعتها برضو من واحده، خل على حسب الحجم، كوبايه خل كده وتحطي فيها معلقتين، بصي مش معلقتين كبار، يعني بصي كده ربع معلقه شاي، ربعين معلقه شاي كده فلفل اسود، تدوبي فيهم، وتيجي على الشعر وتروحي دلقاهم على فروه الراس وتقعدي تدعكي. ده في مرحله الشطف برضو، يعني انا اعرف ان الخل في مرحله عموما. لا قبل ما تغسلي شعرك، قبل خلاص. اوكي. وتها شويه، استحمليها مثلا 10 دقايق، يا ريت 10 دقايق. طب ما استحملش، اول مره اعمليها 5 دقايق وخشي اغسلي شعرك. اتفقنا؟ وبعديها باسبوع التاني اعمليها تاني بفضل يعني الله. دي مره كل اسبوع؟ مره كل اسبوع. كوبايه خل عليها كوبايه خل معلقتين صغيرين قوي مش فلفل مج خل، اسمر. كوبايه خل كده صغيره، مع عليها حبه فلفل اسمر كده اهو، اسود بتاع كله بتاع ما الطبخ. اضيفش ميه بقى عليها والكلام ده ولا حاجه خالص. وتقعدي تدعكي في فروه الراس كويس قوي وتسيبيها شويه، هيقعد يتنطط لك او انت تتنططي من الالم من الحرقان. بعديها بشويه بفضل الله هتروحي تغسلي شعرك وهتعمليها مره اسبوع، مش هتلاقي القشره دي تاني خالص. وبعد كده نغسل شعرنا بالشامبو عادي والبلسم عادي ومفيش مشاكل. الناس اللي عندهم بقط قوي، اللي هم عندهم الحتت دي فاضيه وكده اهو، بنديهم ادويه معينه كده بتتعمل، وبنعمل لهم دلوقتي نازله يا حبيبتي حاجه جديده، ان انا مهما احط فيها المسام ما بتعملش، بفتح لهم المسام بجهاز كده معين، بفتح كل البصيلات، وابتدي بقى احط فيها كل اللي انا عايزاه من فيتامين يخش جوه البصيله عشان ينميها. عشان ينميها. تمام. احنا لسه عندنا كلام كتير.